النبتة التي تتكلمت فيها؟ ما بدأت فيها للحين. لا، لأنه أنا أعرف ماذا سوف تقول، لأنه أنا قرأت لك واستمعت إلى بعض المقاطع التي وصفتهم بمرجئة العصر، هذه النبتة إذا أنا اتفقت بفهمي معك. نعم نعم. لماذا يعني هؤلاء الناس الذين حريصين على عدم الخروج على ولي الأمر، يهتمون كثيرا بقضية ولاة الأمر، عندهم يعني كثير من الأمور الاهتمام مثلا في العقيدة وفي التوحيد، لماذا هذا الهجوم الصاخب والذي يعني حتى وصفتهم بوصف قد يكون من الصعب تحمله مرجئة العصر؟ أولا مرجئة العصر أنا أقول لك وين ذكرتها. أرسل لي أحد الأخوة ليش ما ترد على فلان الفلاني. أنا ليست من عادتي أرد على أشخاص معينين، وهذا الشخص كان يهاجمني في الكويت. فواحد من الأخوة أرسل لي في رسالة بأسلوب جميل، قال ليش ما ترد عليه؟ فأرسلت له على الخاص في التويتر حتى ما أبين لأحد أن بيني وبين هذا الشخص عداوة شخصية. أرسلت له على الخاص، قلت أنا ما أحب أن أرد على فلان، لكنني سأتكلم عن فكر مرجئة العصر في حلقة خاصة انتظرنا إن شاء الله. أبي أتكلم من ناحية علمية في النهاية. نعم. ما علاقة هذا الفكر بالمرجئة. أخذ الرسالة على الخاص وطار بها إلى شيخه فلان، وانظر إيش قال فيك، يعني ما طعنت فيها أنا أصلا، لكن قلت أتكلم عن فكر. فجمع الناس في محاضرة، انظروا ماذا يقول فيني نبيل العوضي، وأنا أوجه رسالة حق نبيل وأسألني أسئلة ما لها علاقة في الموضوع أصلا. هذه الفئة خلينا نرجع لها مرة ثانية، من هي؟ وليش ظهرت أصلا؟ وهل هم حقا سلفيين؟ هل هم حقا يعني ينتسبون للسلفية والسلفية الحقيقية، ولا هم ينتسبون لها يعني أحيانا حق وأحيانا باطل؟ نعم. لهم خصائص راح أذكرها على السريع يا شيخ. تفضل. إذا أمهلتني. تفضل. راح أذكر 10 كاملة إن شاء الله. هم أولا يتهمون غيرهم من أكثر الجماعات بأنهم خوارج. اختلفت معه أنت خارجي، زعل عليك أنت من الخوارج. انتقدت أي حاكم، الحاكم إذا سمح لك حتى انتقدني في البرلمان، انتقدني بأسلوب معينة، انتقدت حاكم صرت من الخوارج. رحت وقفت في اعتصام في مكان صرت من الخوارج. يا أخي ذكرت لك رأي صرت من الخوارج. المشكلة هؤلاء ما أدري درسوا ولا ما درسوا. من هم الخوارج أصلا؟ الخوارج لهم أصول عقائدية، يرتبط الأمر بالإيمان، مفهوم الإيمان. الإيمان عند الخوارج جزء واحد ما يتجزأ، يأتي كله ويذهب كله، ولهذا عندهم من زنى كفر. لا، هم يقصدون الخروج على ولي هذا الأمر. الغريب، الخروج على ولي الأمر لا يرتبط بعقيدة الخوارج. قد يخرج على ولي الأمر إنسان وليس بالضرورة من الخوارج، لأنهم هم يعتبرون كل هذه التصرفات هي نوع من أنواع الفتنة. الفتنة موضوع ثاني، أتكلم عن الفتنة خلها أجلها طيب شوي. فضل. نتكلم عن الخوارج أول شيء. نعم. هل كل من خرج على حاكم فهو من الخوارج؟ هذا مشكلة، يظهر أنه ما فهم شنو معنى الخوارج ولا أصول الخوارج ولا عقيدة الخوارج. نعم. هذه أول نقطة، لازم أن يرجعوا إلى تعلم العقيدة الصحيحة في البداية. الفرق بين عقيدة الخوارج وبين من فعل بعض أفعالهم، وبهذا المفهوم راح نطلع بعض الصحابة من الخوارج، بعض التابعين نخليهم من الخوارج، يطلع سعيد بن جبير من الخوارج، يطلع عبد الله بن الزبير يطلع من الخوارج، يطلعوا كثيرين من الأئمة الهدى من الخوارج. اثنين، هذا خلل في العقيدة ترى يا شيخ في النهاية. اثنين، هم لما نقول مرجئة يعني خلل في العقيدة، هؤلاء الناس الذين ينافحون عن العقيدة ويدافعون عنها تتهمون في العقيدة؟ كل إنسان يخطئ، شو المشكلة؟ يعني من الأئمة أحيانا من أخطأ في بعض المسائل في العقيدة، أخطأ، احنا ما نقر عليها وإن كنا نؤيده في الصواب الآخر. اثنين، لما قلنا مرجئة، الإرجاء درجات. اللي درس العقيدة يفهم أن الإرجاء ليس درجة واحدة. هي ما لو فسرت لي ما معنى كلمة مرجئة؟ الإرجاء من التأخير. الإرجاء في اللغة التأخير، يعني تأخير العمل عن الإيمان، فصل العمل عن الإيمان، لهذا سموا مرجئة. ليش هم إيش اللي أخروه حتى؟ الإرجاء بما أن أخر العمل عن الإيمان صار ما في شيء يجعل الإنسان كافر. نعم. بما أنك تؤمن داخل قلبك مصدق فقط، وصل الأمر إلى درجة التصديق، أنت مؤمن بالله واليوم الآخر، خلاص مهما فعلت لن تخرج من الإيمان. هذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. هم ليسوا مع كل الناس هكذا، لكن للأسف مع الطواغيت، مع بعض الطواغيت مرجئة. تخيل يا شيخ، القذافي زين العابدين، اترك القذافي بعد شوي نجي. زين العابدين حارب الحجاب، حارب الصلاة، حارب الدين، كل مظاهره. الشيوعية ما سوت اللي سواه، أوروبا ما تفعل فعله. هذا الرجل يا شيخ هو أصلا والذي قبله اللي قبله كان يشرب الماء في نهار رمضان على الهواء ويجبر الناس على الإفطار في نهار رمضان. هذا الرجل بهذه الأفعال لا يحكم بشرع الله، لا يؤمن بشرع الله، ويحارب شرع الله سبحانه وتعالى. تجعله حاكم شرعي ولي أمر له السمع والطاعة،
كل هذه الأعمال ما أثرت في إيمانه ولا في إسلام. طيب خل زين العابدين يا شيخ القذافي اللي حكم العلماء بكفره، نفى الإجماع أنكره، نفى السنة وأنكرها، حرف القرآن، حارب المسلمين وأفسد في الأرض وقتل وأفسد كل هذا لآخر الأيام يا شيخ يعتبرونه ولي أمر شرعي. يعني هو هذا الإرجاء اللي فيهم. يعني هذا لا يعتبر ولي أمر ما دام هو الحاكم والمسيطر، لا يعتبر ولي الأمر؟ يا شيخ رجل أنت تسألني سؤال لا إن شاء الله ما أنت مقتنع فيه. أنا دوري أنا لا أعرض آرائي، أنا الأمر أعرض في الأصل أسئلة. الأمر أي أمر لما نقول ولي الأمر؟ ولي أمر الدين. هو لما يقول ولي الأمر أمر المسلمين وأمر دينهم، هو يتولى أمر الدين، ولهذا سمي ولي الأمر. ولهذا ولاة الأمر نوعان، علماء وحكام. يعني هم اثنان الصنفان يقومان على حفظ دين الناس. نعم. ودنياهم، لكن هذا يضيع الدين وتقول ولي أمر. أي أمر هذا؟ يا شيخ وصل إلى النصارى مثل لبنان وبريمر كان يجعلهم ولاة أمر. يا شيخ البعثي آمنت بالبعث ربا لا شريك له، ولي أمر وحاكم شرعي ويسمع ويطاع. لآخر الأيام اسمع لعلماء مصر لما دخلوا إلى الليبيين وهم في آخر أيام الثورة الليبية، يقول الشيخ أحمد النقيب، ارجع له موجود المقطع، يقول دخلنا نساعد الثوار أو النازحين الليبيين في الأكل، مساعدة إنسانية في النهاية. نعم. يقول واجهنا هؤلاء اللي يدعون السلفية، قالوا ارجعوا. وين نرجع؟ ارجعوا إلى بلادكم، هؤلاء الليبيون خوارج، خرجوا على ولي الأمر الشرعي القذافي. لما نقول مرجئة لأنهم فصلوا العمل عن الإيمان في قضية الطواغيت هؤلاء. لكن هذا الخلاف اللي موجود يعني عندكم وبينكم، نلاحظ أنه أنت تتحمس لليبيا وتتحمس لمصر وتونس، لكن لما تأتي قضية مثل قضية دماج واللي هي محسوبة على جزء من السلفيين المنتسبين إلى مثل هذه الفرقة وقريبا منها، لا نجد هذا التعاطف في خطابك وحوارك. آخر حلقة لي اليوم عادوها عن دماج. أنا بالعكس أول ما عرفت عن دماج في التويتر الحمد لله بدأت أراسل للناس، أنا ما كنت أعرف عنها من قبل. أول ما عرفت على طول حلقة كاملة بالرغم من قلة المواد اللي عندنا. دماج ذكرتها. هذا أرجو أن هذا المقطع أيضا ينتبه للكل حتى يعرف أن هؤلاء مدعو السلفية ما عندهم مبدأ. يا شيخ عايشين تناقض. 20 سنة وأنت تذكر أمريكا تحارب أفغانستان صاروا ضد المجاهدين، احتلت العراق وسفكت الدماء وهدمت المساجد صاروا ضد المجاهدين، وما أجازوا للناس الجهاد ضد المحتل في الشيشان، في كشمير، في أفغانستان، في العراق، حتى في فلسطين. والله يا شيخ أنا قرأت لبعضهم وسمعت بأذني لبعضهم يتشمت في أهل غزة وهم يقصفون. الشيخ أبو ريان اللي قتل له 4 نساء في بيته وهو عالم يدرس الناس صحيح مسلم كل يوم، هذا الرجل لما قتل يتشمتون فيه. تعرف ليش؟ لأنهم إخوان مسلمين. طيب مو بشر، مو مسلمين في النهاية. طيب كل هذا الجهاد ألغيته لما صارت قضية دماج. انتبه، كلهم صرخوا أين الجهاد؟ ليش المسلمين ما ينصرونهم؟ يجب الآن نصرة المسلمين ووجب الجهاد. إيش معنى دماج؟ معنى احنا وياكم دماج يجب نصرته بالجهاد. نعم. بس إيش معنى دماج اللي ما يدري من المشاهدين راح أقول له إيش معنى دماج؟ أوجبوا الجهاد ولاموا الناس اللي ما قاتلوا معهم، وكل الأرض اللي تقاتل من قبل يهود ونصارى ما أمنتم بالجهاد ضدهم، لأن هؤلاء قريبين بالفكر معهم. وما أضحكني لكبيرهم لما تكلم بمقطع قال أنا أدعو أهل دماج بالقتال في سبيل الله بشرط أن يكون تحت ولاية علي عبد الله صالح. أنا مسكت نفسي من الضحك، يعني تضحكون على من؟ عشان ما يناقضون مبادئهم. نعم، عشان ما يصير في وقعوا بتناقض دعوة جهاد بدون ولي أمر. يعني يا شيخ هذا مذهب هم يا شيخ يناقضون أنفسهم. النضر دخل على المأمون، وذكر هذه الرواية ابن كثير في البداية والنهاية عشان نقول الإرجاء وش علاقة الإرجاء فيهم. دخل على المأمون وكان ولي أمر، قال كيف أصبحت يا نضر؟ المأمون يسأل النضر كيف أصبحت؟ قال بخير والحمد لله. فسأله ما الإرجاء؟ شنو الإرجاء؟ قال له دين يوافق الملوك. تبي تعرف الإرجاء؟ شوفهم مع الحكام، دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم وينقصون به من دينهم. قال المأمون صدقت. وين الملوك؟ تلقى المرجئة قاعدين حولهم يلبسون لهم الباطل. لكن هؤلاء الناس يهتمون بالعقيدة، طرحكم ومحاضراتكم والدعوة والبرامج التلفزيونية لا نجد فيها الاهتمام بالعقيدة بشكل كبير. تتكلمون عن بالعكس أحيانا بعض الطوائف الثانية من اللي قد يكون عندهم لوثة أشعرية أو على مبدأ أهل السنة والجماعة مثلا، تجد أنه لا تكونون حادين معهم وتتلطفون معهم وتتكلمون بلغة لطيفة، وهؤلاء هم الذين يدافعون عن العقيدة الصحيحة. يا ليت يكون هذا الكلام صحيح، يا ليت. عندنا يا شيخ طوام في العقيدة اليوم في الكويت ما سمعناهم يتكلمون عنها.
الطعن في عائشة، في الصحابة رضي الله عنهم. جعل بعض المدن اللي ما لها أي قيمة في الإسلام جعلها من المقدسات في مناهجنا التربوية، مقدسات جعلت. وينهم؟ ما تكلموا عنها. طيب أليس الحكم بما أنزل الله من صلب التوحيد؟ جزء من التوحيد الحكم بما أنزل الله، وينهم عنها؟ إذا يتكلمون عن التوحيد والتوحيد. أنا لي برامج في التلفزيون جعلتها في رمضان وغيرها حلقات خاصة فقط عن التوحيد، هذا واحد. درست الواسطية 3 مرات، عقيدة الواسطية، عند الحمد لله من يشهد بهذا من التلاميذ. نعمل بعض الخطب أحيانا وعظية، وأحيانا في التوحيد، وأحيانا في مسائل مهمة في العبادة. نعم. نحن نجعل لكل شيء حقه، نعطي كل ذي حق حقه.